تعليق كابتن محمد أبو تريكة على اقتراب تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني البرتغالي برونو لاجي المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي، حيث تريكة قال رأيه في المدير الفني وتصريح هام جدا جدا عن تعاقد الأهلي مع المدرب العالمي. الأول أهلاوي عظيم قبل تصريح أبو تريكة ورأيه في المدير الفني، طبعا رأي هام جدا جدا. اعمل اللايك، أيوة يا أهلاوي عظيم اعمل اللايك وشير الفيديو في كل مكان أهلاوي تعرفه، عشان ده تصريح مهم جدا جدا من ابو تريكة عن المدير الفني، حيث قال تريكة ارتباط اسم الاهلي في التقارير العالمية بمدرب زي برونو لاجي والكلام عن راتب بيصل من 3.5 ل 4 مليون يورو، ده معناه ان الاهلي بيتحرك في الملف ده ببادجت كبير ومختلف. بس هل برونو لاج هيكون مستعد في التوقيت ده انه يخرج من تجربة محقق فيها الكاس والسوبر البرتغالي وخسران الدوري بفارق نقطتين لتجربة في افريقيا؟ طبيعي القصة مش سهلة والقرار مش سهل لانه اكيد عنده عروض كتير. عموما برونو لاجي كمدرب في الدوري البرتغالي قدر يصنع اسم بسرعة، افضل مدرب في البرتغال عام 2019 واكتر مدرب ساب بصمة وتأثير بالبطولات مع بنفيكا في السنوات الستة الاخيرة مقارنة باي مدرب تاني وبفارق كبير. علشان كده برونو لاجي في تجربة بنفيكا ادى نموذج للمدرب اللي قادر يخرج من الفريق افضل ما عنده مقارنة باي مدرب تاني. بس الفكرة علشان الناس تبقى عارفة وفاهمة، برونو لاجي مش الصورة النمطية للشخصية البرتغالية الحادة، مش مانويل جوزيه مش مورينيو ومش كيروش. وفي حتة الصراعات والتصريحات هو اهدأ بكتير ونمطي ومش صدامي اطلاقا، ومن مدرسة الانضباط فيها فني في الاساس. يعني من الاخر خد منه كل ما هو فني وانضباطي جوه الملعب وساعده انت في كل ادوار ما هو خارج الملعب ووفر ليه عوامل النجاح. اللاعب اللي مش ملتزم تكتيكيا مش بيلعب مع برونو لاجي، وله تصريح كان بيقول فيه هو مبدأ واضح لدي الالتزام بالخطة اهم من المهارات الفردية. فبالتالي برونو لاجي طبعا ترشيح جيد على المستوى الفني واسم جيد مقارنة بأسماء كتير تم طرحها، ولكن القصة في انه يعمل النقلة دي في التوقيت ده طبيعي انها مش سهلة ومحتاجة انه يقتنع بأهدافك.